مشاهدينا احنا يسعدنا ان احنا يكون معانا النهارده الفوتوغرافر الشاب الصغير الشاطر الوحيد الموجود معانا النهارده في مهرجان القنوات الفضائيه، احمد قاسم. ازيك يا احمد؟ ازيك يا ساره، عامله ايه؟ عامل ايه؟ كله تمام الحمد لله. انا مبسوطه ان انا وانت اصدقاء وان انت بتصورني. انا طبعا شرف كبير ليا يا ساره اصلا، يعني ان انا موجود معاكي النهارده هنا. بس وطبعا انت زي ما انت قلتي، انت اصدقاء واخوات وكل حاجه طبعا. مبروك على التكريم النهارده في مهرجان القنوات الفضائيه والفوتوغرافر الوحيد الموجود معانا. وقول لي بقى مهرجان القنوات الفضائيه بيمثل لك ايه؟ بيمثل لي طبعا شرف كبير. زي ما انت بتقولي تكريمي النهارده في مهرجان زي ده، في كل نجوم وفنانين مصر كلهم الكبار. فده بالنسبه لي طبعا شرف كبير جدا ليا، وحاجه تعليني جدا. بس وزي ما انت بتقولي، يعني بالذات ان انا يعني المصور الوحيد اللي موجود النهارده بيتكرم في مهرجان كبير زي ده، فده طبعا يعني حاجه كبيره جدا بالنسبه لي طبعا. طيب احمد، التصوير بالنسبه لك موهبه وانت غذيت الموهبه دي بدراسه ولا موهبه بس؟ بصي، طبعا اي حاجه في الدنيا بتبقى موهبه في الاول. انت بقى عايزه ايه؟ انت عايزه تكملي وتكبري وكده، طبعا لازم بتنمي موهبتك دي بالدراسه. شغلك كتير بيجيب خبره اكتر، بتبداي دايما على طول في تقدم وكده. طب انا عايز اسالك على حاجه يا احمد، اي حد عنده موهبه، الموهبه دي انت غذيتها بالدراسه ولا موهبه بس؟ اي حد عنده موهبه دايما لازم يغذيها طبعا بالدراسه والشغل الكتير، بيشتغل على نفسه كتير ويشتغل اكتر، بياخد خبره اكتر. اعتقد ان اي حد بيعمل كده لازم طبعا هيلاقي نفسه في تقدم وبيطلع شغل مختلف. بس يعني طبعا يعني الدراسه طبعا شيء مهم جدا طبعا. طيب كنت عايزه اسالك بقى، ليه كل المودلز والفنانين والمصورين، يعني كل الفنانين اللي كانوا بيروحوا لمصورين تانيين بقوا يتجهوا للشباب اللي لسه جداد اللي زيك، بس نجحوا جدا وعملوا فويس كتيره على السوشيال ميديا وانتشروا بسرعه رهيبه؟ تمام، بصي انا هقول لك على حاجه. طبعا هتقولي لي ليه بيجوا لي. هقول لك علشان انا دايما بعتمد ان كل حد بيطلع بشكل مختلف جدا عن حياته، حتى لو هو فنان بيطلع دايما بدور معين او بشكل معين الناس عارفاه. احمد قاسم بيطلعه من المود ده، بيخلي الناس تشوفه بشكل تاني. دايما بحافظ ان انا كل شوتنج بعمله بيطلع مختلف تماما عن اي شوت تاني بيحصل يعني. ودايما عندي فكره في الشوت، تناسق قوي في الالوان، الميك اب والشعر واللبس. بحاول احافظ على كل ده مع بعض يعني. بس طب احمد، ايه الجديد اللي انت ناوي تقدمه في الفتره الجايه بالنسبه لشغلك؟ بصي انا يعني مفيش بلان معينه اكتر من ان انا شغل كتير. وزي ما انت عارفه انا مجتهد جدا في القصه دي، بذاكر كويس. بشوف دايما بره ايه اللي بيحصل، وبحاول على قد ما اقدر ان انا اكون يعني مواكب العصر بره الوطن العربي، بحيث ان انا دايما يكون عندي جديد وبس. اخر سؤال هساله لك بقى، لما بيبقى عندك سيشن قبل السيشن بتعمل ايه؟ طبعا انا عشان انا عارفه احمد، لازم قبل السيشن بثلاث ايام نحضر اللبس ونحضر الميك اب ونحضر كل الحاجات دي. عايزاكم بقى ناس الجمهور اللي عايز يتصور مع احمد قاسم يعرف هيتعذب رحله العذاب. لا، هو مش عذاب، يعني هو بيبقى فعلا عذاب، بس فرحة اللوك لما بيخلص طبعا انت عارفة بتبقى ليها شكل تاني. بس هو قصة ان عشان يطلع لوك ناجح، الناس كلها لما تشوفه ما يبقاش يعني اكيد في نقد، بس يبقى النقد اقل يعني من الناس اللي حابة ده. لازم نحافظ زي ما انا قلت لك على الميك اب والشعر، اللبس، اللوكيشن، كل حاجة، فكرة الصورة، كل حاجة تبقى متناسقة مع بعض، بحيث ان الموضوع ما يطلعش مجرد صور وخلاص. لا، تطلع كل حاجه متناسقه وتطلع بشكل مختلف. فده لازم كله بيحتاج تنسيق قبل الشغل، ده اهم حاجه عندي، اهم من التصوير نفسه يعني. احمد ربنا يوفقك ويكرمك، وعايزه كلمه لمهرجان القنوات الفضائيه. طبعا انا مش محتاج اقول حاجه عن المهرجان اكتر من هو مهرجان كبير. شرف لينا وكل فنان مصري ان هو متواجد النهارده ويجي له دعوه لتكريمه في مهرجان زي ده. متنظم على شكل عالي جدا. بحب اشكر كمان مستر احمد عليوه، منظم المهرجان. طبعا يعني زي ما انت شايفه مهرجان يشرف في كل نجوم مصر، في مذيعين على مستوى عالي جدا زي كده.
وقنوات مصر كلها الفضائيه موجوده، يعني حاجه تشرف جدا، وان شاء الله تكمل على خير باذن الله، ويبقى يوم حلو ان شاء الله عليا وعليك. احمد، احنا في المهرجان دورته السادسه، وان شاء الله انت تفضل معانا كل سنه، وانا سعيده جدا يا احمد ان انت كنت معانا النهارده، وان انت شرفتنا ونورتنا في المهرجان، واتمنى يا رب اشوفك كل سنه. مبروك يا احمد. الله يبارك فيك، ميرسي جدا يا ساره، ميرسي. ميرسي يا أحمد.